عالم الفاشن شو الكلام عليه كتير يعني، لكن الفاشن شو بتاع النهارده فاشن صغير مش كبير، عدد الايتمز المعروضه فيه قليل، بس الديزاينز كلها مميزه. يعني هيكون في ميكس بين السواريه والجران سواريه، وهيكون في كمان فقره للعبايات، وهيكون في الاخر مجموعه من فساتين الافراح. هو الموديلنج نوعين، يعني هي الفاشن موديل دي ليها مقاييس جسمانيه معينه من حيث الطول، فدي ما بتبقاش في ايد كل البنات. يعني لو بنت قصيره صعب شويه انها تكون تشارك في موضوع الفاشن موديلنج، لكن الموديلنج بشكل عام ممكن، طالما انها بتهتم بالدايت بتاعها، بتهتم بجسمها، بتهتم برشاقتها، انها تكون مقاساتها مظبوطه، تهتم سكين كير، البشره بتاعتها تكون كويسه، تهتم بشعرها ان شكل شعرها يبقى كويس، الفيتامينز والتغذيه بتاعت الشعر. حتى لو هي قصيره ممكن تنفع في الفوتوغرافي، ممكن تنفع في حاجات كتيره جدا في عالم الموديلنج، لكن ما تكونش ستيج وورك. يعني اي بنت تقدر تكون موديل، لان انا بشوف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل بنت جميله. الموضوع مش صعب خالص على فكره، الموضوع سهل جدا، الموضوع بس شويه ان البنت تهتم بنفسها تصلح. دي حاجه هتفيدها مش في الموديلنج بس، في حياتها الشخصيه كمان. البنت مجرد انها تكون بتحب ده، تاكد انها عندها الموهبه. في بنات كده مثلا وهي قاعده في البيت حتى ملهاش في الموديلنج ولا في اي حاجه، تلاقيها واقفه قدام المرايه بتعمل بوزنج وبتاع، دي تنفع اكيد، بس هي تهتم بنفسها شويه وتقدر تدخل مجال الموديلنج بسهوله طبعا. هو ده عرض ازياء معمول برعايه السيده الفاضله هدى يسا، وده لتنشيط السياحه، ومدعو فيه ناس كتير قوي من الدول العربية، شخصيات مهمة. أنا استخدمت خامات كتيرة قوي، ونوعت في الكوليكشن دوت حاجات ما كنتش مقدمها قبل كده، نزلتها في الديفيلي ده، وعاملة عبايات مطرزة، دي حاجة جديدة من خامة شبه الشيفون، وعاملة فيها شغل حلو قوي، وعاملة ألوان مختلفة منها، عاملة سواري، عاملة ويدنج، عاملة فورمال، منوعة جامد قوي المرة دي. ألوان الصيف السنة دي الباستيل مسيطر جامد قوي، الباستاج الخفيف، الروز الفاتح، ألوان السماوية بدرجاتها.